السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اكثروا من الصلاة على نبينا محمد ومن الاستغفار والحوقل والتسبيح. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قصتنا هذا من سلطنة عمان، رجل أعمال مشغوف بحب الإبل. تعرفون سلطنة عمان الغالب عندها نوع من الإبل واحد. قرر أنه يجي للسعودية على أيام مرقيبة يشوف المهرجان ويختار له من الإبل اللي في تعجبه ويشتريها. لما ما شاء الله جاء له مرقيبة شاف أنواع الإبل اللي يمتلكها السعوديين وأعجب فيها وكذا، وأعجب أكثر بإبل شخص معين، وهذا الشخص من أهل الأفلاج. جاء قال وين راعي الحلال؟ قال والله راعي الحلال مو فيه، كل يوم يتردد. راعي الحلال ما يجي إلا وقت المسابقة على أساس لا ينحرج، يبيع كذا ياخذ منه كذا، وهو داخل كمشارك. أخذ رقم واحد وكل ما اتصل قال ما جاء ويجي ذاك اليوم، وكل يوم يتردد على الحلال اللي عاجبه. بكى اللي من سلطنة عمان، بكى لما ما قدر يحصل على هذه وشغوف بالإبل. طبعا رجع سلطنة عمان، لما رجع واتصل على الشخص هذاك اللي كان مع جواله قال المهرجان انتهى والرجال رجع للأفلاج. قال الحمد لله على هذا. عياله دروا، عيال هذا رجل أعمال من سلطنة عمان، وكانوا بارين بابوهم بر ما مثله مثيل يعني. وقرروا أن يروحوا للسعودية للأفلاج ولا يعلمون أبوهم لسببين. أما السبب الأول إذا ما حصل شيء عشان ما يزيد تكدر والده على الإبل هذه اللي عجبها، والثاني أن حصل شيء تصير مفاجأة له. توكلوا على الله ومشوا يامجوا حول الأفلاج لين حول صلاة المغرب. ذا المغرب وقفوا، أذرهم وقفوا ولا سيارة، سكروا ولا سيارة، ودخلوا وصلوا. تعرفون المساجد المحطات كل مجموعة تجي وتصلي وتروح تجي وتصلي، طريق عام يعني ماشي. لما طلعوا من الصلاة لقوا لهم رجال قال والله يا فلان احنا اسفين يا اخ وعطلناك وكذا وكذا. قال لي والله عطلتوني وهذا ما يصير، توقفوا ورا سيارتي وكذا. وكانوا حكيم الرجال، مو يعني ان عتاب هذا يعاتبهم كعتاب، لا، له هدف معين. فلما قال لهم انا برضى بحاجه واحده، انكم تجون عندي في البيت تقهون، وإلا ما حرضى عليكم ولا يمسامحكم. قال توكل على الله. وراحوا معاه للبيت وتقهووا، وفي الطريق اتصل على واحد من عياله وهم بسيارة وبسيارته، قال اذبح الطلي الفلاني أطيب طلي عنده. يوم جاي بيروحون عقب القاه قال وين تروحون؟ عشاكم مذبوح، هذه بيعتكم مذبوح، هذه تطبخ، ما أنتم رايحين. تعشوا واللي عليهم الخير، قالوا أكرمك الله، قال ما تروحون، أنا هالمجالس الغرف هذه اللي عندي في مزرعتي وفي بيتي هذا حاطة للضيوف، كل غرفة الله يكرمكم فيها دورة مياه وبسريرها، ونوم لها أصبح من أفلح. راح الرجال من عندهم، له ولد من العيال قاعد يسولف معاه وكذا، وانتم من وين؟ سلطنة عمان، وش عندكم، وش جايين، وش رايحين؟ علم الولد بالقصة، والولد شاب. قال هذا جدي. قالوا شلون؟ قال إيه هذا جدي. تبغون اوديكم له؟ قال إيه. قال انتم الحين اللي تقاويتوا عنده واللي عشاكم جدي. ويروح الولد يعلم جده، ويجي ويرحبهم ترحيب زيادة. قال والله اني تعثرت لما سمعت ان ابوكم دمعت عينه، واني قلت لهم ليش ما قلتوا لي؟ ما قالوا، لكن خذ شوف هذا البعير
وهذه الخلفة، والخلفة الثانية والثالثة، هذه خذوها معاكم الحين ودوها لأبوكم مني له. ورجعوا لأبوهم واشكروا الرجال اللي على عطيته لهم، يوم جو وصلوا لأبوهم ويفرحوا أبوهم ذيك الفرحة. فشوف كيف الأولاد استطاعوا أن يدخلون السرور على أبوهم. فهذه نصيحتي للشباب والشابات، ادخلوا السرور على والديكم، فابشروا بسعادة الدنيا وفلاح الآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.